انت مشكلتك كرة زيزو جون ولا مش جون؟ ماشي، انا هجاوبك وهقول لك وجهة نظري وبمنتهى الوضوح والصراحة، ولكن انا عندي سؤال ليك وليا ولكل الناس. هو انت امتى هتكون صادق؟ وامتى هتكون بتقول الصدق؟ لا، مش بس لما تقول الحقيقة هتكون صادق وبتقول الصدق. الحقيقة لوحدها كده مش هي الصدق. الصدق هو انك تقول الحقيقة في الوقت اللي مش هينجيك ولا يدعم موقفك الا الكذب. في الوقت ده بقيت انت صادق، وبقى اللي انت بتقوله ده صدق. ليه انا بقول كده؟ لان انا شفت كمية لعب بزوايا تصوير وتدليس لدعم موقفك ووجهة نظرك غير طبيعية غير طبيعية. وكل ده علشان كورة يا جماعة، احنا مش هندخل النار عشان كورة. خلينا بقى ايه، نحط الكلام ده ونحط جنبه نقطة كده ونبدأ نتكلم في الكورة. في الكورة القانون واضح. إذا دخلت الكرة بكامل استدارتها أو بكامل هيئتها بعد خط المرمى هتبقى جون. الكورة واضحة لكل الناس من الزاوية اللي في الجنب إنها مش ظاهرة بكامل هيئتها، حتى لو كان اللي فاضل منها من 1 ل5%. ففي الحالة دي هتكون الكورة مش هدف. نادي الزمالك كان له حق تاني في نفس اللعبة دي إن الكورة تتعاد، لأن اللاعب اللي خرج الكورة بعد ما خبطت في العارضة هو لاعب دخل منطقة الجزاء قبل ما زيزو يسدد. ففي الحالة دي الزمالك ملوش جون، ولكن له الحق في إعادة ركلة الجزاء. كل ده بقى اركنه على جنب. الحاجة الأهم من كده، أنت كراجل زملكاوي شايف ان الزمالك ادى ما عليه امبارح وكان فنيا قادر على المكسب وكان يستحق المكسب؟ يا سيدي بلاش المكسب، كان يستحق التعادل. هل جوميز بدأ بتشكيلة وتكتيك وفورميشن يسمح لنادي الزمالك بالفوز؟ هل ان انت لما تاخد محمد شحاتة من مكانه ومكان اجابته في نص الملعب وتحطه باك رايت في الوقت اللي انت فيه عندك سيد نيمار بيلعبها كويس، هل لما بتعمل كده بتشوف ان انت فنيا قدرت تحل المشكلة؟ المدير الفني الجيد مش اللي عنده افكار جيدة وعنده عناصر ممتازة وبيحطهم جنب بعض ويقول لهم هنعمل ايه فيعملوا. لكن المدير الفني الجيد هو اللي بيقدر يحل مشاكل الغيابات وبيقدر يوظف اللعيبة في اماكن مش اماكنها وياخد منها احسن حاجة. فانت جربت محمد شحاته في المركز ده وخسرته في المركزين، خسرته في الباك رايت وخسرته كمان في وسط الملعب. في نفس الوقت انت ما بتستفدش بسيد نيمار اللي بيقدر يأدي الباك رايت والباك ليفت بشكل معقول ومقبول، وقعدته على الدكه في الوقت اللي حطيت فيه 2 باكات محدش فيهم بيعرف يلعبها. ولكن في الاخر خالص انت المسؤول وخدت القرار. انت بقى كجمهور نادي الزمالك شايف ان المستوى الفني التكتيك اللي لعب بيه مديرك الفني يدخلك مكسب على نادي المصري اللي ماشي كويس جدا فنيا ومعاه مدير فني رغم تحفظاتنا على بعض افعاله وعصبيته خارج ملعب المباراه، الا انه مدير فني جيد جدا وعنده افكار ممتازه بيقدر ينفذها ويأديها من خلال لعيبة بتسمع كلامه ومؤمنة بأفكاره وبيسجل وبيعمل ماتشات كويسة وقادر يحط النادي اللي بيمرنه بالمناسبة سواء فيوتشر سواء المصري سواء قبلهم الأسيوطي لما كان لسه الأسيوطي. كل ده بيقول إن علي ماهر مدرب جيد جدا. فأنت بتقابل فريق كويس معاه مدير فني كويس وبتقابله بطريقة غلط بلعيبة مش محطوطة في أماكنها. كل ده بيوديك لخسارة. هل أنت صريح مع نفسك وبتقول ان اللي حصل بين عبد الله السعيد وجوميز ده شيء مقبول؟ يعني لو اللي حصل ده كان حصل من حسين الشحات لكولر، لو اللي حصل ده حصل من امام عاشور لكولر، كان هيحصل منك ايه؟ كنت هتعمل حملة شكلها عامل ايه على اللاعب والنادي والمدرب علشان تزعزع استقراره؟ هل اللي حصل ما بين عواد ومتيب او حسام عبد المجيد ده شيء انت شايفه مقبول؟ ما تقعدش تقول لي انت مالكش دعوه. انت دايما بتخش وتتريق وتعمل وتولع في الدنيا علشان تخلي الفريق مش مستقر. فريق النادي الاهلي بتحاول تخليه مش مستقر. فانت حطيت او لعيبتك حطيتك في نفس الخانه اللي انت دايما بتحاول تحط فيها لعيبه النادي الاهلي وجمهوره. جمهور النادي الاهلي اكيد مش هيفوت الفرصه. فانت محتاج تقف تحط نقطة كده وتقول لنفسك هو أنا عملت إيه أستحق عليه الفوز؟ هو أنا إيه اللي أنا عامله صح يستحق النجاح؟ وبعدين ابقى اتكلم على التحكيم والمنظومة والتأجيلات والفير بلاي وكل الحاجات اللي ليها ردود
انا متفهم جدا ان انت بالحاله الفنيه دي، بالتفكك اللي في الفريق، بالمشاكل اللي ظهرت امبارح في ارض الملعب، صعب جدا تقابل النادي الاهلي بعد حوالي 5 6 ايام علشان تلعب مباراه قمه تقدر بيها تعدي الموسم. لان طبعا جمهور الزمالك بقى على يقين تام ان الدوري بقى بعيد بشكل كبير او محسوم، ان انتوا بره المنافسه الكبيره عليه. فانت محتاج تخلص الموسم وتقول لجمهورك انا كسبت الاهلي دور اول والاهلي ما قدرش يكسبني دور تاني. فانت قلقان وانا ما عنديش مشكله بده، لكن البيان وان انا مش هلعب بعد ماتش فاركو الا لما يلعب. انت راجل متأجلك في الدور الاول مباراتين، والنادي الاهلي متأجل له في الدور الاول 3 مباريات، فالموضوع يعني البيت جنب الجامع زي ما بيقولوا يعني. واشمعنى انت مش عايز تلعب ماتش الاهلي في الدور الثاني ولعبت ماتش المصري في الدور الثاني؟ واشمعنى انت مش عايز تلعب ماتش الاهلي في الدور الاولاني وانت لعبت ماتشات اخرى في الدور الثاني؟ كل الكلام ده كلام محتاجين تقفوا مع نفسكم وتفكروا فيه علشان تقدروا بعد شوية كده ترجعوا منافس كويس. سلام عليكم.